ايه رأيكم بقى في الرقاق ابو حبة سمنة كده وحبة لبن رايب؟ يطلعوا لك احلى رقاقية زي العسل. شايفين الجمال والحلاوة والطراوة؟ يلا بينا نشوف عملت الرقاق الطري ده ازاي، وطلع طري كده وتحفة وجميل. ان شاء الله يعجبكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا، اللهم امين. متنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل علشان اقول لكم انا عملت الرقاق الطري الفلاحي الجميل ده ازاي، وبمكونات بسيطة خالص، بالذات في الصيف، لان احنا لما بنجيبوا الحاجة دي وتبوظ ما بنعرفش هنعمل بيها ايه. فانا هقول لكم النهارده تعملوا بيها ايه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده والمكونات ايه. ده كيلو لبن رايب. يعني ايه لبن رايب؟ يعني لبن قطع. انا هعمل ب2 كيلو. ده كيلو غليته وفي كيلو تاني. انا كنت جايبه لبن عادي، بس لما جيت اغليه لقيته رايب. عشان ايه؟ عشان الجو حر. خلاص، يعني لو عندك اي حبه لبن بقى رايبين كده، قومي اعملي بيهم اي حاجه كده، وشجعي نفسك كده وشغلي بقى الفرن لو ما عندكيش فرن على عين البوتاجاز. هنا معايا 2 كيلو لبن رايب، هاخد عليهم حوالي من 5 كيلو دقيق. عشان كيلو اللبن الرايب او كيلو الدقيق بياخد من حوالي ربع كوباية، ربع كيلو لبن رايب او ربع كيلو حبة. خلاص، يعني كيلو اللبن الرايب هيعمل معاكي ياما جدا. هبتدي بقى اعجن عشان كيلو اللبن الرايب يعني بيدي حجم اكتر من اللبن العادي. انا طبعا مش وزنه علشان الدقيق موجود عندي، فانا عارفه ان اللبن 2 كيلو جايين في الازازه. معايا بقى 2 كيلو لبن رايب، عليهم مثلا 5 كيلو دقيق، او اكتر او اقل حسب ما الدقيق هياخد. وهبتدي كده اعجن لغاية لما العجين يختفي تماما او الدقيق يختفي تماما. وهبتدي انزل بكوباية سمنة كده واعجن تاني اهوت. هحط كوبايتين سمنة على العجين ده. يبقى هنا اهو كده يا حبايبي، لميت بقى العجين بحتة السمنة كده. يبقى انا حطيت 2 كيلو لبن رايب، عليهم حوالي من 5 كيلو دقيق، او 4.5. خلاص، ونزلت عليهم بكوبايتين سمنة، وعجنتهم كويس ورشة ملح. يبقى ده عبارة عن 5 كيلو دقيق، هقول 5 كيلو عليهم رشة ملح. وابتديت انزل ب2 كيلو اللبن الرايب وعجنتهم حلو لما الدقيق اختفى. وبعد كده نزلت عليهم بكوبايتين سمنة وعجنتهم ولتتهم حلو بقى وسبتهم يرتاحوا شوية. هي ما فيهاش خميرة، فمش هتخمر، بس هترتاح شوية. العجينة بتبقى لينة سنة كده اهي في ايدي ما شاء الله. وبعد كده بقى ايه، سبتها ترتاح زي ما انتوا شايفين، حوالي من 10 دقايق او ربع ساعة. 10 دقايق في الحر ده حلو قوي. وابتديت اقطعها زي ما انتوا شايفين كده الكور وسط. وبعد كده هسيبها ترتاح تاني، ويلا بينا نخبزوها مع بعض. هنا انا بدأت خبيز من شوية. يلا بينا بقى اظبط الفرن ونخبزه مع بعض. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسوش بقى ذكر الله والاستغفار والصلاة على سيدنا محمد. اهو كده يا حبايبي، بفرد معاكم الرقاق الطري. وشه ما بتحطش عليه دقيق علشان يطلع وشه ايه، مندي كده وحلو. اهو، يا رب اكون افدتكم وقلت لكم المقادير حلو. يعني هو عادي، هو من غير مقادير. انت هتحطي مثلا عندك كيلو لبن رايب، هتحطيه في الطبق البلاستيك بتاعك، وتفضلي تنزلي بالدقيق لغاية لما يتلم معاكي العجينة وتبقى عجينة لينة او ماسكة شوية. خلاص، ورشة الملح ما تنسوهاش. هفرد بقى كده العجين زي ما انتوا شايفين اهو. الرقاقية بتبقى رقيقة كده عشان هي اسمها رقاق، فبتبقى رقيقة كده. هنا برحها على ايدي زي ما انتوا شايفين، برحها كده عشان تبقى رقيقة وخفيفة. وهبتدي بقى ايه، تعالوا نقول نتكلم عن التسوية شوية. التسوية الرقاق الطري يا جماعة بيبقى من النار من تحت واطية خالص، ومن فوق عالية، عشان الرقاقية تطلع معاكم طرية زي ما وريتها لكم. يبقى نجاح الرقاق الطري ان النار بتاعتها تبقى عالية من فوق، وتبقى واطية وهادية من تحت. خلاص يا حبايبي، توطي النار من تحت كده، ومن فوق تكوني معلية النار. بصوا الرقاقية ما شاء الله. وأول ما تاخد النقط الحمرة دي كده تروحي مطلعاها على طول. يلا بينا نفرد واحدة تاني مع بعض. أنا بحاول أكرر لكم كده الفرد علشان إن شاء الله تفردوا الرقاقية حلو. ربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب، وتعملوه تاكلوه بالهنا. بصوا طرية ازاي، وانا كمان قاعده بره في الهوا، يعني المفروض تبقى ناشفه، لا ما شاء الله طريه وزي العسل. يلا نفرده رقاقيه تانية.
اهو كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. متنسوش ذكر الله يا جماعة والاستغفار، ولا حول ولا قوة الا بالله كده طول ما احنا شغالين. مين بقى لسه ما عمليش لايك واشترك في القناة؟ قناة وصفة شيماء بنزل فيها وصفات بس مفيهاش روتينات ولا حاجة، فمستنياكوا بقى تشيروا لي الروتين كده او الوصفة. متأسفة عشان انا متعودة على كلمة روتين من القناة الكبيرة بتاعتي. هنا بقى بمسح الفرن كده عشان الرقاية تطلع معايا نظيفة اهوت، وبعلي النار وريحة الرقاقية كده، وهبتدي بقى ايه انزل بيها في الفرن. متنسوش بقى ايه اللايك والشير والكومنت الجميل لقناتي وصفة شيماء اللي بقدم لكم فيها الوصفات الجميلة اللي قدامكم دي. بصوا الرقاقية ما شاء الله بس سخنة. هنا خلصت الرقاق خبيز ورحت لماه كده ومدخلاه بقى جوه، وقلت بقى اما اوريهولكوا. شايفين الجمال والحلاوة؟ ما شاء الله احمر من فوق ومن تحت وطري وجميل، يستاهل بقكم. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن من اللي انا عاملاه دوت، وتبعتوا لي التطبيقات بتاعتكم كده وتقولوا ان انتوا عملتوه. ممكن تعمليه على عين البوتاجاز، تحطي صينيه تقلبيها وتروحي فردة الرقاقية وحطها على الصينيه على عين البوتاجاز، برضو بيطلع حلو وجميل وزي العسل. متنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل، واقول لكم في رعايه الله وباي باي ومع الف سلامه.